تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم اكله جميله جدا رائعه ورهيبه. رز بالكاري وانتوا شايفينه اهو، يا دوبك بس مفلفل. وهعمل معاه خضار مشكل مطبوخ بصدور الفراخ، ومعاه حمص طبيخ. رائع جدا ورهيب، طريقه جديده كده للطبيخ تفتح النفس ويبقى عالي البروتين. ورغم ان هو فيه كميه لحمه بسيطه من صدور الفراخ، الحمص كمان بروتين، يبقى كده القيمه الغذائيه عندنا عاليه وجميله. خضار مشكل، بزله على فاصوليا على جزر. ده ببقى مفرزاه اكياس في قلب الفريزر، طبعا مغسول ونضيف ومتفرز. وعندي برضو الحمص الشامي، برضو ببقى بلاه وعطياله كده غلوه ومفرزاه. وعندي كمان صلصه متفرزه. وعندي هنا بصله متقطعه. وعندي فراخ اللي انا ببقى مبهراه وشايلاه. الحاجات دي بتبقى عندي في الفريزر كنز. تعالوا بقى بصوا هنا بقى، وعندي ايه، نص معلقه بهار ونص ومعلقه ملح. هجيب القدر واحط فيه كل المكونات دي على بعضها على نص رتل ميه، احطهم على البوتاجاز. يبقى انا كده طبخت. يلا بينا، جبنا القدر نبدا بقى ننزل فيه. ونسيت اقول لكم اللي احنا معانا هنا معلقه كاتشب، معلقه كاتشب. ده الخضار المشكل ده بيبقى صحي. والفراخ المستعجله دي بتبقى جميله جدا، هتلاقوها موجوده عندكم. والبصلايه. هبدا بقى احط الملح والبهارات المشكله، وهنزل بمعلقه الكاتشب. تعالوا بقى، جبت الميه السخنه كده هنزل بيها. كده احنا عملنا اهو الاكله بتاعتنا كامله متكامله من ادي البزله بالجزر بالحمص بكله كله كده انسجم مع بعضه. هننزل عليه بقى معلقه بس كده، هنحطه بقى على النار. ما تنسيش الصلصه متسبكه ومحطوط فيها ايه، سمنه فلاحي وزيت زيتون، فعشان كده هي معلقه واحده كفايه. هحطها كده بقى ايه على النار وخلاص كده. خلاص كده على البوتاجاز، وهغطي عليها وهسيبها تستوي، ولما تستوي هوريها لكم. ودي اسرع طبخ تعمليه، ما ياخدش معاكي وقت. تعالوا معايا كده هنعمل مع بعض رز بسمتي. حطيت كده قدرة على النار، ونقعت الرز البسمتي في ميه سخنه. وهبدا اجيب كده نص معلقه سمنه. طبعا دي سمنه فلاحي، واللي عايز يعمل باي نوع يعمل. وهحط عليها معلقه زيت زيتون. هسيبهم يسخنوا كويس. هعمله بكاري ببهارات الماجي السايبه. ونسيبها كده تتحمر شويه عشان تدي نكهه وطعم في الرز، لان مش هنحط فيه اي حاجه غير بس حبه الكركم او كاري. حضرت عندي كده بهارات الكاري الحلو. هناخد كده معلقه ونحطها. شايفين؟ ودي اهم حاجه كده في نجاح الحاجه دي. بتاع معلقه صغيره خالص، بتاعت ايه، نص معلقه شاي كمان. هنبدا بقى في الوقت ده بعد كده ما نحطه، هنبدا نضيف عليه الميه. شايفين كده معايا؟ هصفي بقى الرز واحطه. بصوا ريحته، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. خلاص كده كله سخن في سخن. ننزل بقى الرز ونسيبه يستوي. ودي كده طريقه رز الكاري الحلو. لو انت عندك شوربه حطي له بقى حبه ماجي كده تضويق، ونحط عليهم حبه ملح. ونقلب كل المكونات دي عندنا كويس. طبعا انا بستخدم ملح الهيمالايا، انت استخدمي ملح بحر، الملح اللي انت عايزاه. بس انا بستخدم يعني ايه الحاجات اللي بحطها بقولك عليها. خلاص كده قلبناه، هنسيبه بقى يغلي ويستوي. هغطي عليه يستوي، وبعد ما يستوي بقى هوريكم الاكله بتاعتنا. وده رز الكاري الحلو. تعالوا بصوا بقى كده معايا، بسم الله ما شاء الله، كده الرز بتاعنا غلى. خلاص كده هنوطي عليه بقى ونسيبه يستوي. الطبخه بتاعتنا بتغلي اهي وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. الطماطم بتاعتها حلوه والدنيا معاها متظبطه. خلاص هسيبها كده بقى تستوي. هوطي عليها واسيبها تستوي. وبكده نكون خلصنا الوجبه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا رائعه ورهيبه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. روعه روعه روعه. الرز بالكاري والخضار المشكل بالحمص رائع جدا ورهيب. جربوه، معمول بصدور الفراخ.